القرآن حياتي يهديني لصراطي، عيون في الميزان يهديني لصراطي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ اهو اي حاجه بتلهينا عن اللي احنا فينا، يعني انت شايف الحشيش هو الحل؟ يعني حاجه مسكنه كده. طيب يعني حتى لو الدولة اخطأت في حقك، ما انت بتخطأ في حق نفسك دلوقتي. ما هم اللي اخطاوا في حقنا الاول اترمينا كده، هنعمل ايه؟ بتشرب حشيش بقالك قد ايه؟ بقالي كتير من ساعه ما اتولدت هنا. عايش هنا بقالك قد ايه؟ بقالي كتير اهو، بقالي اكتر من 15 سنه. اتسجنت قبل كده؟ اه. اتسجنت في ايه؟ في مخدرات. هل السجن غير منك؟ لا، سوقني اكتر من الاول. هل السجن غير منك يا ميدو؟ لا، ما غيرش. الضباط في السجن كانت بتعاملنا باجرام وبضرب وبتعذيب وبموت، ما اصلحوش مننا. هل الشرطة اتغيرت؟ مش قوي، زي ما هي الدايره بتاعتنا زي ما هي. اسلوب الضباط ما اختلفش عن الاول بكتير؟ اختلف شويه. طيب لو انت عرفت ان السيد الرئيس بعتني ليك اسالك نفسك في ايه، تقول له ايه؟ نفسنا نعيش حياه كويسه زي ما كانت الناس دي عايشه. الناس اللي خدت فلوسنا ديت ونهبت علينا يعيشونا بقى عيشه كويسه، يشيلونا من البلا اللي احنا فيه ده. شوفوا لنا سكن وشوفوا لنا شغل وشوفوا لنا حياه بقى نعيشنا. ولا انا افكر ان انا ابيع حشيش، ولا انا افكر اقابل واحد كويس مبسوط اقول ده مبسوط ليه واروح افتشه. بفتشه ليه؟ عشان انا معيش. هو ما يعرفش ان انا معيش ايه، هو ما يعرفش ان الاهل ما معاش ومرمين في حقه، هو قاعد في عماره. فهي دي اللي بتتعبنا يعني. طب لو عرفت ان السيد الرئيس هيشوفك في المنظر ده، اقول له انا اسف بقى من السباق اللي احنا عايشين فيه. دي الحياه اللي احنا عايشين فيها، يا ريت هو بقى يغيرنا وربنا قدره. انت شايف ان هو ده الحل؟ ده اقل حل لو انتوا عايزين تقفوا جنبينا يعني. بتكسب منين؟ بتاكل عيش ازاي؟ يعني ليا ناس قرايبي وناس عادي بشتغل معاهم، اللي بيقدر حاجه يعملها معايا على اساس ان انا ما انحرفش، واللي انت عاوزه بيقدروا معانا وربنا بيعملوه، بس انا ما بروح لهمش كتير يعني. بتقضي يومك ازاي؟ عادي، بنام طول النهار واسهر طول الليل. شايف بكره ازاي؟ شايفه بامر ربنا يكون كويس. انت شايف ان العقاب كافي لتغيير سلوكك؟ العقاب لا، ما بيغيرش سلوكي، بيوحشها. عشان بشوف ظلم برضه داخل السجن، بشوف ظلم، ما بشوفش راحه، ما بشوفش عقاب. اللي انا بعاقبك على اللي انت عملته، وانا ما عملتش حاجه، انتوا اللي خليتونا عملنا كده. من ضمن الحاجات الغريبة، انت ممكن تكون مسجون في مخدرات، بتطلع امكانياتك ايه من السجن؟ يا ترى بتكون بعد كده بارع في المخدرات بس، ولا في المخدرات